قاعدين نقول شوف لي شقة جنبك يا عبد الله وعبد الله السعيد وناصر ماهر والصفقات الجديدة وجوميز. كل ده طلع فنكوش. ده احنا بقالنا يومين بنحلم ونقول هنشوف الصفقات الجديدة، يطلع علينا المدرب يقول لك ايه؟ بيقول لك ده انا راجل وش وحش، كل لما امسك فرقة اول مباراة بتغلبها. يعني انت بتدينا الامل اللي انت جاي عشان تتغلب اول مباراه، واحنا اللي قاعدين نقول شوف لي شقه جنبك يا عبد الله. فين عبد الله سعد؟ ده عبد الله النهارده تحس اللي هو ميت كلينيكيا. وناصر ماهر ونزل لي لعيب جديد محمد شحاته وطلعه على طول. ايه يا عم ده؟ ايه هو انت فكهاني؟ هو احنا يمشي مدرب يكون بتاع ترمز يجي لنا فكهاني؟ ايه يا عم جوميز ده؟ دي ليله سودا وبدايه زي الزفت علينا وعلى سنيننا، ونزلنا بينا في المركز ال 13. هو ده الزمالك اللي احنا قلنا 10 صفقات ورئيس النادي يقول لك ده انا جبت لعيبه عالميه؟ جبت ايه يا عم؟ فين عبد الله السعيد؟ ده احنا بقالنا ايام نقول شوف لي شقه جنبك، شوف لي شقه جنبك يا عبد الله. فين عبد الله السعيد؟ ده النهارده ربنا نجانا. ده الاستاد الاسماعيلي كان بص جمهور الزمالك عامل ازاي، بص جمهور الزمالك عامل ازاي. هو ده الزمالك اللي احنا بنحلم بيه؟ ده هتبقى ليله. ده احنا بقينا في المركز ال 13، ده احنا بقينا في المركز ال 13. هو انتوا مش واخدين بالكم اللي احنا عندنا يوم 8 نهائي الكاس؟ نهائي الكاس قدام الاهلي، عمال انتوا ظهرتوا والجمهور كله مستنيكوا اللي انتوا تكسبوا الاسماعيلي عشان نروح لمباراه الاهلي، عشان نستعد لمباراه الاهلي نهائي الكاس بالصفقات الجديده دي. احنا ولا حسينا لا هي جديده ولا قديمه، اداء الزمالك هو والريتم هو، ولا حسينا بمدرب ولا حسينا بخطه ولا حسينا بعبد الله السعيد ولا بناصر ولا الشحات، وبقت موال ازرق وبقت موال ازرق. ايه ده؟ هو ده الزمالك؟ يعني هي دي شكلنا بعد التجديدات وبعد الصفقات وبقالنا سنتين نقول الكد مقفول، اهو الكد اتفتح وجبنا لعيبه النهارده ولا حسينا بلعيبه ولا بطيخ ولا مدرب نحس على الفرقه كلها يقول لك انا متعود اتغلب الماتشات كلها اللي انا بمسكها مع كل فرقه اول ماتش. يعني بصراحه تعب قلبنا ربنا يتعب قلبه. انت ايه يا ابني؟ انت جاي تغمنا من اول ماتش؟ ده احنا كان معانا معتمد جمال، راجل كان كفتاجي بس اول ماتش كسبه. انت يا ابني جاي تعكنن علينا بعد ما جمهور الزمالك كان مشتاق للصفقات الجديده. جاي يا ابني جاي تبوظ علينا فرحتنا. ده الحمد لله النتيجه خرجت كده، ده الحمد لله. ما فيش توفيق في الكوره اللي جت في العارضه، بس برضو الاسماعيلي كان واقف على رجله وكان ممكن يعمل معانا اكبر من كده لولا ربنا سترها. احنا بنقول لجمهور الزمالك ادعوا لنا ربنا يخرجنا من المحنه دي على خير.